ام وك جن سوز ددن جو ام تجاره نرا وسطن ام نابجن نوبتا فيكوني روكك دروجا نا حتى داوي نبي افير شي دولتا ترك سر باكو رجاي سوريا مي بردوام جيبكن جبرغو مبرخداني دست بكريو مي برخداني سر كفنجي ام تجاره ناطرسن وكبان جوازي البا دولتي قد بيجين بنافي دولتي يكبويد باكن يعني تو ايجو بيجين اما في مروفات باريزن حتى انها بدنجيج دولة جواجي تي واتيا جو اوجي شريكي دولتات ترك فائر شارنا اللي ام نما بشتاخوا ام نما دنكسي بشتا ما هيزا ما بقلي ما بخوينا شيدي ما فكروا فلسفه ريبر اب ويرو نعم قالي كورتاني دا جفرد حاضر بونا حمي بيك هاتي يرو جي خد فرد دقرن كرد عرب سريان يك دست يك دنگ باكند بأمنا ما قبولت كنج داك الكاريرة كاس نكاري ما جهف قطبكي يانجي شري كمكوجي طائفي ديني دنامة تشيكي. ولا نسمح للفاشية التركية مرة ثانية يأتي إلى شرق وشمال سوريا وروج آباء وروج هلات يجي لهون ويتمادى علينا مرة ثانية. أول مرة إجا على عفرين وتمادى على عفرين، نحن ما نقبل هالشي هاد وراح نقوم نوقف بوجهه نحن عساكرنا. ونحن اليوم نحن كلياتنا شعب واحد، ما نقول نحن ايد واحده، الايد الوحده ما تصفق، نحن شعب واحد وصار دمنا واحد، وشهدائنا اذا كان كردي ولا عربي دمه صار واحد، شهيدنا واحد. نحن راح نوقف بوجه هجمات التركي والمرتزقه مع التركي والدول اللي تشد مع ايد التركي ان كان نظام او كانت اي دوله، راح نكون نوقف بوجه اي دوله وما نخليهم يجوا يعملوا في جزيرة عنا في المنطقة الآمنة، يعمل مثل ما عمل بعفرين، وراح نوقف بوجهه ونحرر عفرين ونحرر أراضينا ونحرر أهل شنقال ونحرر كل واحد مظلوم. والظلم ما يدوم لأحد، ما يدوم بيدك يا أردوغان. احنا اتينا لراس العين من أجل أخوة الشعوب والعيش المشترك والأمة الديمقراطية. أتينا من أجل توحد الشعوب كاملة من كرد وعرب وسريان، ونقف بوجه الفاشية أردوغان ونقول له لن تأخذ شبر من أراضينا ولا شبر. وأنه مرض أردوغان بالنسبة للسوريين بالنسبة للكرد والعرب والسريان كلنا شعب واحد، مرض سرطان وسوف نستأصل هذا المرض، ولن نخلي أي عدو يدخل أرضنا. ونناشد كل الشعوب ونناشد كل شعوبنا في روج آباء وفي خارج سوريا أن يتحدوا ويكونوا يد واحدة وشعب واحد. ونناشد الدول العربية أن تقف إلى جنبنا لكي نحقق هذا الأمل ونحقق مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. وشيء ثاني أهم شيء بعد ما نتخلص من هذا المرض، أهم شيء تحرير القائد عبد الله أوجلان، نظل الناضل لآخر نفس فينا، إذا كان كرد أو عرب أو سريان كنا أيد واحدة وشعب واحد. وسوف ننشر هذا المشروع الأمة الديمقراطية. ونناشد الشعب روج آباء أن يتحدوا الآن، هذه الفرصة لكي نحقق أمل هذا المشروع الأمة الديمقراطية.